السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب جريد 4 أهلا بيكم. يلا بينا نبدأ السنة دي إن شاء الله. سنة جميلة بإذن الله تكون لذيذة، بس محتاجة شوية اجتهاد. محتاجة دايما يكون معانا الكتاب والقلم بتاعنا، ولو كمان معانا ماركرز علشان هنحط خط تحت الكلام المهم جدا اللي أنا لازم أحفظه وما ينفعش أبدا أسيبه. يلا بينا نبدأ. اول ما بدأ معانا في ليسون 1 بيكلمنا عن مين؟ بيقول لي انا عايزك اكلمك الترم ده عن الليفينج اورجانيزمز. فانا لازم اعرف يعني ايه ليفينج اورجانيزم. ليفينج اورجانيزم ده معناه كائن حي. طيب يعني انا ممكن اشاور على الترابيزه واقول ان ده كائن حي؟ ممكن التابلت او الايباد او الموبايل اللي معايا اقول عليه كائن حي؟ طبعا لا. امال ايه؟ كائن الحي ده معناه انه بياكل بيشرب بيكبر بيتنفس كمان، ولما يبقى كبير adult ممكن يجيب كمان ولاد. تمام، يبقى ده معناها living organism. Okay, so we will begin our lessons with a living organism. طيب هو هنا اعطيلي examples على living organism زي مين؟ زي palm tree، ودي طبعا كلنا عارفين ان هي النخلة. خلاص. and human being هنا معناها البشر. اوكي. and lizard. تمام، بس ليها اسم ثلاثي كده. تمام، اللي هي ايه؟ ستار جاما lizard. ده اسم الليزرد علشان اول ما تشوفه، يعني احنا هناخد ليزرد كتير معانا في الدروس الجايه ان شاء الله. فاول ما الاقيه بيكلمني عن الاجاما ليزرد اقدر اعرف هو عايز مني ايه. طيب، فاول ما هندرس living organisms الثلاثه دول، وهبدا اعرف كل واحد فيهم ازاي بيقدر يعمل ايه، يعمل adapt. تمام، وهعرف يعني ايه adaptation برضو. طيب خلينا نعرف adaptation الاول معناها ايه، وبعد كده نرجع نشوف الاكزامبلز بتاعتنا. هنا في الكتاب معايا جايب لي الادابتيشن، وده يعني definition مهم جدا ليا. وبيقول لي adaptation بالعربي معناها التكيف. هي خلاص انا ممكن اقول it is a character. تمام، بحيث انها تبقى بسيطة شوية عليا. that help living organisms to survive and reproduce. انا مش عايزة الا لحد هنا كده. طب يلا نفهم يعني ايه الكلام ده. الادابتيشن دي هي خاصية بتساعد الكائن الحي بس، يعني الخاصية دي للكائنات الحية فقط، ولسه قايلة من شوية يعني الكائنات الحية بتاكل بتشرب بتتنفس. تمام. طيب، الخاصية دي بتساعدهم على ايه؟ to survive هنا معناها ينجو او يقدر يعيش ما يموتش يعني. and reproduce معناها يتكاثر. تمام، طبعا بعض الكلام ده موجود عندي تحت، موجود بالترجمة بتاعته. فاحنا برضو علشان نفهم بنقول انه الادابتيشن it is a character that help living organisms to survive and reproduce. وكفاية لحد كده، وده الجزء الاساسي اللي انا لازم احفظه. تمام، لانه بيجيلي في الساينتفك تيرم ولازم افهمه، لانه معظم الكونسبت ده كله بيتكلم عن الادابتيشن. تمام، يبقى هي حاجة بتخلي الكائنات الحية تقدر تعيش كويس جدا، وكمان تجيب ايه، تتكاثر او تجيب اولاد. تمام، طيب حلو قوي. يلا بينا نشوف ايه الادابتيشن دي. فبيكلمني اول حاجة على الاول انيمال ستارت اجمل ليزرد، وبيقول لي ايه؟ الليزرد دي ليها اسم ثلاثي زي ما قلنا، زي ما كل واحد لينا اسم اب وليه اسم جد. خلاص، ولكن كلنا ايه؟ كلنا بشر. كل واحد وليه اسمه، ونبقى في الاخر كلنا بشر. فالليزرد دي معناها سحلية، فانا عندي الاجاما ليزرد، عندي كمان ايه كمان؟ عندي كذا نوع، وديزرت ليزرد والكاميليون. كل دول ديزرت سوري ليزرد هتكلم عنهم، ولذلك انا لازم اعرف اسمها علشان اعرف هو عايز مني ايه. طيب، لما يجي يقول لي انا في الاساس هنا عندي ايه؟ how living organisms can adapted with extreme hot climate. يعني extreme hot climate يعني الحر الشديد قوي. فهنا بيتكلمني في الجزء ده عن ازاي الكائنات الحية بتقدر تتحمل الحر. تمام، فلو جينا نفكر كده، انا كهيومن بين علشان اقدر لما بيجي الصيف طبعا اول حاجة بعمل ان انا بلبس هدوم خفيفة. تمام، دي اول حاجة. تاني حاجة دايما بنروح نصيف. تالت حاجة بنفتح التكييف او المروحة. اوكي، بنعمل حاجات كتير، وبناكل ايس كريم ونشرب مية ساقعة وحاجات كده من دي. تمام، طيب ده بالنسبة للهيومن ودي سهلة جدا. طب بالنسبة للانيمالز هتعمل ايه؟
فبيقول لي اول حاجه الستار جاما ليزر دي اللي هي السحليه بتاعتنا، اول ما بيكلمني بيقول لي يا ترى هي عايشه فين؟ عايشه في الديزرت، عايشه في الصحراء. طيب، طب هي عايشه في الصحراء، والصحراء ده معناها جو حر قوي. طب يا ترى هي ازاي بتستحمل الحر ده؟ بيقول لي ان هي شطوره، ربنا خلق لها الادابتيشن. قال لها بصي، اول ما يبقى عندك الجو حر قوي لازم تعملي ايه؟ finding shaded area، تروحي تدوري بسرعه على منطقه ظل. ليه؟ علشان تقدر تعمل ايه؟ تقدر تعيش. لانها لو فضلت في الشمس هيحصل ايه؟ تعالوا نتخيل كده، احنا نزلنا في يوم حر جدا ومشينا في الشارع، هيجيلنا صداع وهنتعب، وممكن لا قدر الله تبقى في ضربة شمس. برضو كل الانيمالز بتحس زينا، تمام؟ فعلشان كده لما يجي يقول لي ازاي الاجاما ليزرد بتقدر تعمل adapt with extreme hot climate، ازاي بتقدر تتحمل، فطبعا خلاص هي بتدور على منطقة ظل علشان تقعد فيها لحد ما الشمس ما تروح. تمام. طيب ندخل على تاني حد، وهي البالم ليفز، سوري بالم تري، خلاص، اللي هي النخلة. فبيقول لي الليفز بتاعتها، طبعا احنا بنشوف النخل ده واقف في الشارع او في الصحراء، خلاص مش بيتحرك من مكانه نهائي، صبح ليل قاعد كده، حر برد قاعد كده، مطر برق رعد مكانه. تمام. فيا ترى ربنا بيحميه ازاي من الجو الصعب قوي ده، وازاي بيتحمله؟ فبيقول لي انه الليفز اللي هي الورقة بتاعتها اللي هم دول، تمام، مالهم covered with waxy layer. يعني ايه covered with waxy layer؟ عندهم طبقة شمعية بتغطي الورقة كلها. طب يا ترى بتحميها ازاي؟ هو ده المهم عندي، protect them from extreme hot climate. تمام، عن طريق انها بتقلل اللوزنج اوف ووتر. طبعا المية هي الحاجة اللي عايشة، اوكي، طبعا المية هي الحاجة اللي بتخلينا نعيش، من غير المية مفيش اي كائن حي يقدر يعيش. تمام. فالبالم تري ربنا خلق الليفز بتاعتها covered with a waxy layer to protect themselves from extreme hot climate. اوكي. نمبر 3 human being، طبعا احنا خلاص الانسان عارفينه بيعمل ايه. طبعا هنا بالنسبة للصورة البنوتة اللذيذة دي using umbrella and light clothes، بنلبس هدوم خفيفة وممكن نستخدم الامبريلا واحنا خارجين. تمام. يبقى ملخص الصفحة دي معايا، الحاجات الأساسية اللي أنا محتاج أفهمها وأحفظها علشان أقدر أكمل. نمبر 1 living organism، هم مين؟ لازم أبقى عارف إن هم الكائنات الحية اللي بتعمل كذا وكذا وكذا. رقم 2، ربنا خلى كل الكائنات الحية عندها خاصية اسمها adaptation. الادابتيشن دي is a character help living organism to survive and reproduce. enough. تمام. اوكي. طيب بعد كده كل الانيمالز وكل البلانتس اللي هناخدها بعد كده كلها بتتكلم على نفس الموضوع، ازاي هم بيقدروا يستحملوا البيئة اللي هم عايشين فيها، وازاي بياكلوا وازاي بيشربوا and so on. تمام. فالصفحة دي هي تعتبر البيز وهي الأساس عندنا في الكونسبت ده كله. طيب في هنا آخر definition عندي بيقول لي ايكو سيستم. الايكو سيستم ده الديفينيشن ده هيكمل معانا لجريد 5. ايكو سيستم it is an area in which living organism and non-living things interacted with each other. يعني ايه؟ يعني على الصغير كده، طبعا ايكو سيستم معناه النظام البيئي. على الصغير كده نتخيل البيت اللي انا قاعد فيه، ما دي بيئتي تعتبر، خلاص طبعا بيئة ده يعني اسم شامل اوسع شوية، ولكن علشان نفهم، انا قاعد في البيت خلاص، فانا معايا living organisms تانيين، مين؟ ماما، بابا، اخواتي. طب انا عندي قطة يمس يبقى القطة، انا عندي كلب يبقى الكلب. تمام. طب انا عندي بلانت، انا زارع وردة جميلة جدا في البلكون، يبقى معايا كمان الايه؟ معايا الوردة. تمام. طيب and non living thing، مين اللي معايا في البيت non living؟ السرير والكرسي والدولاب والمطبخ والموبايل والمروحة والتكييف، كل دول non living things. طيب بعد كده أهم كلمة interacted with each other. يعني ايه interacted with each other؟ يعني أنا علشان أقعد على الكرسي اللي أنا قاعد عليه هو كمان قدر يشيلني. تمام. انا بعمل انتراكت مع الموبايل ازاي؟ بدوس على اللينكس، بعمل سكرول and so on، بعمل حاجات كتير. اوكي. يبقى هنا اتكلمت عن كل حاجة مهمة بالنسبة لي في الجزء ده.